السلام عليكم ورحمة الله. طبعا انتهت مباريات المجموعة الثالثة والرابعة، لكن للأسف لا المنتخب السعودي قدر يربح ولا المنتخب التونسي قدر يربح. إذا بدنا نحكي على مباراة المنتخب التونسي، احكي شوي بالله على المباراة. يعني مباراة تونس، انت داخل معك نقطة من مباراة الدنمارك، وداخل عم تلعب على الورق مع أضعف منتخبات المجموعة. فرنسا، الدنمارك، تونس، استراليا. يعني انت لعبت مع الدنمارك، لسه بقالك مباراة مع فرنسا، عم تلعب مع استراليا. يعني انت على الورق انت اقوى من استراليا، وداخل ومعك نقطة ولاعب مباراة. يعني روعة، مباراة حلوة، مباراة رائعة مباراة الدنمارك، كتنظيم، كتكتيك، كأداء، كعزيمة، كروح. بالمباراة الأولى لولا سوء الحظ شوي ما حالفوا يعني سوء الحظ، أو يعني رافقوا للمنتخب التونسي اللي كان يعني معاه 3 نقاط مباراة الدنمارك. طب دخلت اليوم مباراة أستراليا. يعني ما يعني اللي بشوف مباراة اليوم ما بيقول هذا المنتخب اللي لعب قدام الدنمارك. يعني مباراة اليوم قدام استراليا يعني اخطاء. لعيبة المنتخب التونسي في عندهم اخطاء، كانوا ما كانوا مركزين. متسرعين، كان في تسرع خصوصا بالشوط الاول. يعني هو بشكل عام المباراة كلها كان فيها اخطاء للمنتخب التونسي، ما كانوا مثل ما ادوا بمباراة الدنمارك. لكن اليوم يعني اذا بنشوف في تسرع، كان في اخطاء. طيب ليش انت فايت معاك نقطة من مباراة الدنمارك، ومنتخب الدنمارك اقوى بكثير من منتخب استراليا؟ يعني انت المفروض تفوت تلعب مع منتخب استراليا يعني تربحه. ما بدنا نقول لك ارباح 3 و4 و5، لا، ارباح 1-0، ارباح 2-0، بس ارباح لانك انت يعني برأيي أقوى من المنتخب الأسترالي. المنتخب الأسترالي ما أقوى منك كأشخاص، ك كلعيبة، كاحتكاك، يمكن كاحتراف بالدوريات، الدوريات الأوروبية. أنت فعليا من رأيي أقوى من المنتخب الأسترالي، المفروض كنت تربح المباراة. كان في اخطاء كثير، كان في تسرع، ما مركزين، على عكس المنتخب الاسترالي. المنتخب الاسترالي يعني شفناه تركيزه عالي وهو مهزوم. كان يعني المنتخب الاسترالي هو المفروض كان يفوت المباراة يعني نوعا ما نفسيا او معنويا اقل، لانه مهزوم كان من فرنسا. بعكسك انت كمنتخب تونس داخل ومعاك نقطة، يعني انت المفروض كنت تستغل هاي النقطة. إضافة لموضوع يعني عامل الأرض والجمهور. الأرض طبعا قطر، ما أرض تونس، لكن أنت بتشوف إنه في جماهير كان كثير للمنتخب التونسي. كان المفروض كمان يستفيد من هاي النقطة المنتخب التونسي، حتى المنتخبات العربية الثانية. يعني الجمهور ما شاء الله، كأنك عم تلعب بأرضك، ببلدك. يعني تونس كان عم يلعب بتونس. بس للأسف ما بتعرف يعني، أو بشكل عام المنتخبات العربية ما عندهم هالثقافة. يمكن انه دخلنا المباراة الأولى برتم عالي، بمستوى عالي، طيب نحافظ عليه. راح سبحان الله، ما يعني عكس تماما مباراة الدنمارك. عموما هارد لك للمنتخب التونسي. ترتيب المجموعة: فرنسا تأهلت 6 نقاط، استراليا 3 نقاط، الدنمارك نقطة، تونس نقطة. المباراة الجاية لتونس مع المنتخب الفرنسي. ما في شيء مستحيل بعالم كرة القدم، لكن صعب انت عم تلعب مع منتخب فرنسا، منتخب حامل اللقب ومرشح انه يوصل للنهائي. شفنا اليوم امام الدنمارك عم يلعب مباراة يعني كتير كبيرة، ومباراة كانت صعبة على الفرقتين، لكن قدر يربح المنتخب الفرنسي. بتمنى لهم التوفيق للمنتخب التونسي إن شاء الله، والقادمات بإذن الله أحسن. نجي على المجموعة الثانية اللي كانت بولندا، الأرجنتين، السعودية، والمكسيك. يعني بصراحة المنتخب السعودي منتخب حلو، منتخب كمان حلو، لأنه لعب مباراة بولندا نفس الرتم، تركيز عالي،
منضبطين تكتيكيا، عرفانين شو عم يعملوا بالمباراة، موزعين، دفاع، وسط، هجوم. مارسوا ضغط على المنتخب البولندي. يعني بالتصنيف المنتخب البولندي أعلى من المنتخب السعودي، لكن احنا شفنا بصراحة العكس. يعني ما شاء الله المنتخب السعودي كان عم يلعب من العمق، عم يخترق من العمق، من الأطراف عم يلعب. المنتخب السعودي كان حاضر، كان حاضر حاضر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. المباراة انسرقت منه سرعة بصراحة يعني، وهذا رأيي انه انسرقت منه سرعة. كان المفروض المنتخب السعودي يا يطلع متعادل يا ربحان المباراة. على اللعب اللي أداه قدام المنتخب البولندي، حرام حرام يخسر. لكن سبحان الله يعني بعتقد من رأيي انه منعرج المباراة هو ضربة الجزاء اللي روح اللاعب سالم. اي لاعب بيروح يعني، هذا شيء طبيعي، بشر بالاخير، اللاعبين بشر، وقد يكون خلص مضغوط او شيء، بس راحت ضربة الجزاء. لكن لو جاي كانت ضربة جزاء بعتقد كان المنتخب السعودي راح يربح. لانه شفنا يعني خلال مجريات المباراة الشوط الاول والشوط الثاني، المنتخب السعودي ما شاء الله 10/10 يعني. لعيبته حاضرة مثل مباراة الارجنتين. في اشخاص بيقول لك انه مباراة الارجنتين لا كانت متساهلة نوعا ما، وقدر المنتخب السعودي يربح الارجنتين بسبب انه الارجنتين كانت نوعا ما متساهلة. قالت انه المنتخب السعودي منتخب اسيوي وضعيف واقل منا، فيلا بنلعب شوي هيك وبنربح. لا بالعكس تماما. اللي اذا شفنا مباراة اليوم مع بولندا، ما شاء الله تبارك الله، الرتم عالي، سوية وحدة. دخل المنتخب صاحي مركز، تكتيكيا عم يطبق كلام المدرب، منظمين. شفنا يعني الهجمات، اختراق من العمق كان من الأطراف. يعني المنتخب السعودي للأمانة بصراحة منتخب حلو، وإن شاء الله يا رب. هلأ لسه عنده أمل. مباراته الجاي مع المكسيك، المكسيك طبعا انهزم من الأرجنتين. ترتيب المجموعة: بولندا 4 نقاط، أرجنتين 3 نقاط، السعودية 3 نقاط، المكسيك نقطة. آه، المنتخب السعودي مصيره بإيده، يفوت يربح المباراة وبيتأهل لدور ال16. مثل ما قلت الحلقة الماضية انه شوية هدوء، تركيز، يكون تركيز عالي كتير. الهدوء ما شاء الله، اللعيبة ما شاء الله يعني، لعيبة المنتخب السعودي حلوين ما شاء الله، لعب حلو، تكتيك، تنظيم، هادين. لكن التركيز أهم نقطة. أنا برأيي التركيز، إنه يكونوا مركزين 1000 بالألف، ما 10 بالعشرة، 1000 بالألف، لحتى تجي معهم مباراة المكسيك. لأنه المكسيك كمنتخب أنا من رأيي أقوى من المنتخب البولندي. يعني خصوصا أنه المكسيك يعني من دول أمريكا اللاتينية. المكسيك، تشيلي، باراغواي، أوروغواي، أرجنتين، برازيل، هدول المنتخبات يعني قوية. وشفنا اليوم بمباراة الأرجنتين يعني المكسيك صراحة أحرجوا الأرجنتين بالشوط الأول، إلا ما توفق بالشوط الثاني الأرجنتين وميسي قدر يسجل. يعني بجوز كانت تنتهي تعادل أو كان يمكن يربح منتخب المكسيك. فبتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب السعودي بالمباراة الجاي، ويكونوا بس نقطة التركيز. وبإذن الله بإذن الله بنشوف المنتخب السعودي بدور ال16 بإذن الله. هاد كل شيء كان لليوم. إذا وصلك الفيديو اشترك، وإذا عجبك عملنا لايك، وشكرا. السلام عليكم.